بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. النهارده باذن الله في جوله جديده في سوق السيارات، وقررنا ان احنا نخصصها للعربيات اللي هي اسعارها رخيصه، اللي بتبدا من 20-25 الف لغايه 50 الف و60 الف. قبل ما نستعرض العربيات ليا بس شويه نصايح عايز اقولها للي بيشتري او اللي مهتم بالفئه السعريه دي. اول حاجه لازم تكون معاك واحد بيفهم كويس جدا، ومش جدا بس، لا جدا جدا، في السمكرة وفي الدوكو وفي الميكانيكا وفي كل ما يخص العربية، لأن طبعا العربيات دي بتكون عاملة كيلو متر كبير جدا، وممكن يكون فيها لعب في العداد، فمحتاجة واحد يكون فاهم كويس أوي يعني. تاني حاجة يكون واحد بيفهم في الورق، واللي بيشتري في الفئة السعرية دي لازم يكون حريص جدا، لأن بيبقى فيها توكيلات كتير وفيها عقود بيع كتير نتيجة تداول العربية من أكتر من شخص. يعني في عربيات من موديل من الثمانينات ومن التسعينات، فطبعا بيكون انتقلت ملكيتها من شخص لآخر. الحاجة الأخيرة، اللي بيدور على العربيات اللي هي النوعية دي ما يدخلش جوه السوق، لأن السوق بيكون فيه العربيات الحديثة نسبيا، ولو في عربيات من القديمة دي بتكون بتاعة تجار، فالسعر هامش الربح فيها بيبقى طبعا هو حاطط هامش ربح لنفسه. انت ممكن تجيبها من بره السوق بسعر 2000 و 3000 جنيه أقل. فاللي بيشتري العربيات من النوعية دي نصيحتي ليه ان هو يدور خارج السوق في المنطقة اللي هي واقعة ما بين مسجد السلام وما بين مسجد المثلث. المنطقة دي بيكون الناس اللي هي بتبيع العربيات دي راكنين عربياتهم فيها، لان معظمهم ما بيدفعش اللي هي رسوم الساحة جوه. وزي ما استعرضنا في فيديو سابق ان معظم الساحة بيتم احتلال الاماكن المميزة فيها من يوم الخميس بالليل ومن يوم السبت بالليل. فالناس اللي بتبيع دي وبيكون في نسبة كبيرة جاية من المحافظات، فما بتلحقش بدري فبتركن بره. فاللي بيدور على العربيات من الاسعار دي يدور خارج الساحة مش داخل الساحة. داخل الساحة زي ما احنا شايفين معظمها عربيات حديثة، والغالبية العظمى منها عربيات تجار، وما بنلاقيش فيها العربيات اللي هي النوعية الرخيصة دي. هتلاقي قليل جدا، والاسعار غالية جدا فيها. يعني انا شفت من شوية قبل ما اصور عربية 128 موديل 91، عربية حالتها سيئة جدا، والراجل طالب فيها 40,000 جنيه. ده أنا صعقت، فسألته تاني قلت له 40,000 جنيه، قال لي اه. عربية تانية عارضة برضو ماروتي موديل 2011 طالب فيها 55,000 جنيه. طبعا أسعار أنا ذات نفسي مش مقتنع بيها. فهنستعرض العربيات اللي هي من الأسعار دي وهنشوفها، بس هتبقى خارج السوق مش داخل السوق. دي عربية سكودا موديل 2007 مطلوب فيها 49,000 جنيه. حالتها طبعا زي ما احنا شايفين. دي بيجو موديل 77 فيها رخصة سنة، مطلوب فيها 35,000 جنيه، وصاحبها بيقول في تفاوض. هي ملاك الشرقية وفيها رخصة سنة زي ما قلنا. دي الحالة بتاعتها، حالة الموتور، ودي الحالة الخارجية. العربية دي كان ليها تاريخ رائع وما زالت محتفظة برضه بسعر. بس يعني أنا لو هقارن ما بين ال 28 وال 91 اللي مطلوب فيها 40,000، ودي الموديل 77 ومطلوب 35,000، هاخد دي أكيد يعني. دي بيجو موديل 1988 205 كوبي، المكنة 1800 باور، جي تي اي، فابريكا دواخل، السعر 60,000 جنيه. ودي الحالة بتاعتها طبعا لا تعليق. دي ميري فور 100,000 موديل 1978، موتور ألماني. العربية دي كان ليها تاريخ حلو برضه، مطلوب فيها 28,000 جنيه من بق الراجل، وهو أعتقد مستعد للتفاوض يعني. طبعا زي ما احنا شايفين هي خارج السوق. صور يا باشا، صور اتفرج يا باشا، صورها باشا. تقول إمكانياتها؟ ها؟ تقول إمكانياتها؟ العربية جميلة دي، مكرونة حرير 31 دي حمار الشغل. العربية دي كانت مع وكيل الوزارة محافظ عليها قوي يعني. عربية جديدة يعني، جديدة. لو حضرتك حابب تحط تليفونك، هي هتنزل على جروب سيارات على الفيسبوك، جروب حوالي بتاع 400,000 واحد. يعني لو حد عايز يشتري وعايز تحط تليفونك مفيش مشكلة، يتصلوا بيك. ماشي، مفيش مشكلة عادي يعني، مفيش مشكلة. بس أنا مشكلتي إن أنا مش زقازيق، مش من هنا. يعني أنا مشكلتي إن أنا مش زقازيق.
مطلوب 28 ان شاء الله. 28,000. ان شاء الله. دي العربية من الداخل. على مايكل 28,000 جنيه، والراجل زي ما احنا سمعنا من الزقازيق. هي واضح مرشوشة حديث العربية كانت حلوة، العربية دي كانت حلوة جدا، كانت تعتبر زي مرسيدس الفئة. مية 28 موديل 1986، مطلوب فيها 28,000 جنيه. برضو زي ما احنا ملاحظين خارج السوق. دي حالة العربية. هيونداي اكسل موديل 1994، مطلوب 45,000 جنيه بالحالة اللي احنا شايفينها. دي حالة الكاوتش، اللوكر مزروعة من الجبين، مرشوشة طبعا بتاع 30 مرة، حتى باين على الاكسدام. عربية كيا برايد موديل 1999، مطلوب فيها 49. والعربية دي مطلوبة جدا، كانت مطلوبة للبنات في الجامعة، وهي عربية حريمي. دي حالة الموتور من جوه، الغط بتاعها نضيف. بنقول تاني مطلوب فيها 49. عربية لادا موديل 1991، ملاكي الشرقية، مطلوب 24,000. الحوض مش مرشوش، الحوض فابريكا. كيا برايد موديل 99، مطلوب فيها 55. دي حالة الموتور بتاعتها. برضو من العربيات اللي كانت مطلوبة يعني. يمكن ده اللي قدرنا نرصده النهارده في الجولة السريعة ديت. هو النهارده السوق زي ما احنا شفنا السوق هادي، يعني في عربيات معروضة ومفيش شراء، بالذات في العربيات الصغيرة. النصيحة اللي بعيد التأكيد عليها تاني، العربيات الصغيرة دي بتحتاج مواصفات خاصة جدا في اللي بيجي يفحصها واللي بيجي يشتريها، وقبل الفحص الفني والفحص السمكرة والتوك والبادي بتاعها، برضو الكيلومترز ده غالبه بيكون ملعوب فيه. قبل ده كله والأهم فحص الورق بتاعها، زي ما اتفقنا وقلنا في أول الفيديو إن العربيات دي بيكون تم التداول عليها كتير جدا وبيكون فيها توكيلات، فيفضل اللي يشتري عربية برخصة. المكان اللي احنا واقفين ده اللي انا بنصح فيه الناس اللي هم بيشتروا العربيات اللي بالاسعار المتدنيه نوعا ما ديت يقفوا فيه. رغم ان حتى هنا هنشوف فيه الناس اللي هم السماسرة والتجار بيقفوا. ده المكان ده بتكون العربيات اللي جايه من الزهراء اللي هو جاي من الدائري، ومعظمها بتكون عربيات محافظات بيجوا يبيعوا، او الناس اللي هي في القاهره وبتستخدم الدائري. في ناس بتيجي متاخره فبيقف السماسرة على المفارق دي جنب المطبات الصناعية ويسألوا انت هتبيع، وبيركنوا. طبعا بيكون هو ما دخلش جوه في السوق وما يعرفش حركة الأسعار بتاعتها، فبيبخسوا بالأسعار على أساس ان هو ياخدها يتوضب فيها شوية وينضفها ويحط فيها شوية اوبشنز ويبيعها الأسبوع اللي بعديه بزيادة 3000 و4000، وبيتقل تلاكيك. يعني أنا كنت لسه شاريها وحصلت لي ظروف وعايز أبيعها،
العربيات اللي هي دي وهي داخله بيبقى ليها شكل، الاسبوع التاني بعد ما بيشتريها السمسار بيبقى لها شكل تاني خالص. وهم ليهم طريقه في تزويق العربيه، يحط الجد، يحط ديفيوزر، بيحط شويه حاجات في العربيه تكسب، بيفحموا الكاوتش، بتلاقي العربيه اختلفت خالص. وبيزود مقابل كده طبعا هامش الربح بتاعه بشويه، يعني بزياده شويه. ده المكان اللي هو الناس ممكن تقف فيه عشان تشتري. حتى في الناس اللي هم الاذكياء اللي بيكونوا ترددوا قبل كده زي ما احنا شايفين واقفين اهو. المكان ده اللي هو في منطقه المثلث. في مكان تاني في البدايه اللي جاي من الحي السابع شارع زكي حسين عند مسجد السلام، برضه ممكن يقفوا فيه. وهي الساحه بتبقى ممتده من اول هنا من عند المثلث لغايه مسجد السلام. اتمنى تكون الزياره دي فادت بعض الاصدقاء، وشكرا لكم، ربنا يوفقك.